طهارة لولدي ناري زيدي، وقلناها من بعد والدين راجلي. ابخي شافني في الزنقة وسبني كلبة بنت الكلبة. هو اصلا شو نقول تيلات ولا مين تيلات ولا مين بعد فهادشي كامل ما عندكش دور بالنسبه لي انا وجهه النظر ديالي. حيت نقول لك واحد القضيه مهمه، اللي مزوجه بيتي ماشي راجل. لو كان راجل ما يخبيش على والدي شي حاجه بحال هادي، فهمت؟ حيت دابا ولدي ما يمكنش لي انا غنطهرو من علم شمي وبا، ما يمكنش الا كنت انا ماشي راجل. تعايرتي في الزنقه من طرف عائله راجلك ماشي راجل، يعني اختي الضريبه ديال انك تزوجي ماشي راجل هي هادي، لا اقل ولا اكثر. حيت لو كنتي مزوجه براجل ما غطيحيش في هذا المشكل وما غيعايروكش عائلته في الزنقه. سالي ما تفرحيش بزاف بان خبى على والديه طهاره ديال ولده، ما تفرحيش وما تحمسيش. هو خطا باش نكون معك واقعي، خطا. حيت هذه هضره ديال العيالات، هذه هضره ديال الوساده ديال شنو ما فهمتش. انا غادي نطهر ولدي علاش غنخبي على والدي؟ على زعما وريني على زعما تخربيق كون كنتي واخده راجل كاع بطيحي في هذا المشكل، والله ما طيحي فيه. انت والدي يوم الاول الله يهديك اختي، والديك فوق راسي والدكم امك وباك. نحسس امك انا نعطيها ندور معاها نكسيها تقول كمال ولدها نسي فيها، ولكن امي حيت هذوك مقدسات. انا ديما كنقول لكم هاد السميه على الوالدين، هذوك مقدسات حنا كنتعاملوا معاهم باش يبقاو في البلاصه ديالهم، وانا وياك نترادخوا نتخاصموا نتعايروا والحل كاين. النقاش دائما وابدا ما عنديش مشكل انا في النقاش، دوي وقولي اللي ضارك والحل عندي صافي. سالينا ما واصلينش حنا لهاد المرحله في 2025 والثقافه والتكنولوجيا اللي ضرب بينا ونوصلوا اننا نخرجوا بقرار انني دابا لكم كنت انا زعما مجوج بك انتيا مثلا وتجي تهضري معايا في هادشي، ماشي غنقول لك انا غناخذ شي قرار غنتخنق. فهمتي؟ واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق غنبقى نشوفك حيت القرار غيكون كارثي. غنبقى نشوفك بحال موكا حنا عروبيه دوكاله مقاودين حرشين في القرارات ديالنا، ولكن الرجال ما نفوتكش انا العصا تجي فيا وما تجيش فيك، ولكن ما تحقرينيش. هذه راه حقره ما تبينوا لك والديه